تعادل الاهلي مع بتروجيت، يا جدعان اللي بيحصل ده؟ انا اعصابي تعبت. الاهلي بيتعادل مع بتروجيت والتعادل ده بالنسبه لي زي الخساره بالظبط. يا عم المشكله الازليه اللي زهقنا منها، احنا بنضيع اهداف مش طبيعيه. الفرقه بتعمل شغل لحد خط ال 18 وبعد كده الكره بتقول مش داخله. فين المهاجم اللي بيخلص من نص فرصه؟ بنلعب كتير بنوصل كتير بس في الاخر مفيش فعاليه، تحس ان الجون عليه اعمال. المدرب الجديد للاهلي بيعمل تغييرات، بيجرب ده مكان ده، بس الكره مش عايز تدخل. طول ما احنا بنضيع كده اي فرقه في الدوري هتعمل معانا ماتش عمره. المدرب محبط. المدرب الجديد بتاعنا تروب لسه جاي واول تعادل ليه. تخيل هو نفسه طلع يقول انا محبط ومش مبسوط بالنتيجه. طب والجمهور يعمل ايه؟ في حاجه غلط في الملعب، زي ما يكون في فصلان سلك بين نص الملعب والهجوم، مفيش ربط ما بين الخطوط خالص. مش بتوصل للمهاجمين على طبق من دهب زي زمان. وبعدين ايه حكايه اللعيبه اللي بتلعب في غير مكانها دي؟ مش عارفين نثبت على تشكيله والخطه واضحه، كل ماتش بنشوف حاجه جديده. عندك مثلا هدف بتريجيت ده اللي يجننك بجد. بتروجيت ما جوش غير فرصه ولا اتنين طول الماتش ومع ذلك جابوا جول. ده بالجون ده جه ازاي؟ جه من كره ثابته، يعني مفيش تركيز في الكره عليه والمدافعين مش مركزين. يعني اي فرقه هتيجي تلعبنا هتركز على الكره الثابته هتجيب فينا جوان. الشناوي ما يعملش كل ده عشان في الاخر هدف سهل زي ده يضيع النقطتين. ملخص الماتش يا جدعان، لو مفيش مهاجم بيخلص ومفيش تركيز في الكره الثابته يبقى هنفضل كده بنخسر النقط بسهوله. الدوري لسه طويل بس ما ينفعش نخسر نقطه ورا نقطه. سلام.